نموذج الدبل بوتوم هو الاشهر والاهم للمتداولين. تعال الخصه لك بطريقه بسيطه ومختلفه. انا يوسف سيد ودي سلسله تداول اسهل. ببساطه الدبل بوتوم هو نموذج انعكاسي بيظهر بعد ترند هابط، ومعناه ان الاتجاه غالبا هيتغير لصعود. شكله ببساطه هو قاعين على نفس المستوى تقريبا بينهم قمه، بنرسم خط افقي على القمه دي وبنسميه خط العنق او النيك لاين، ويتاكد بعد ما يكسر خط العنق لاعلى باغلاق واضح. وليه طريقتين للدخول: دخول اندفاعي بمجرد الاغلاق فوق خط العنق، 2 دخول امن وده الافضل. بعد كسر خط العنق لاعلى السعر يبدا يصعد وننتظر يرجع يعمل اعاده اختبار مره تانية، وبننتظر تاكيد دخول بناء على ظهور شمعة انعكاس او على فريم اصغر. بالنسبه للاهداف والستوب، الهدف الاول المسافه بين اقل قاع وخط العنق، بنسحبها فوق خط العنق وده بيبقى الهدف الاول. الهدف الثاني اعلى قمه في الترند الهابط قبل النموذج. الستوب تحت القاع الثاني، وانا بفضل احطه عند اقرب دعم على فريم اصغر، وده سبب من الاسباب اللي بيخلي ستوب صغير زي الصفقات اللي بشاركها معاكم. حته للاذكياء اللي زيك يا صديقي، كل ما الفرق بين القاعين يكون اقرب والصعود اللي بين القاعين يكون قوي، كل ما النموذج يكون اقوى وصعوده اسرع. اختبار سريع قدامك شكلين على الشاشه، مين فيهم الدبل بوتوم، رقم 1 ولا 2؟ جاوب صح في كومنت وهيوصلك PDF فيه شرح كامل. ولو سالوك احترفت التداول منين، قول لهم عامل فولو سيف لفيديوهات يوسف سيد.